السلام عليكم اخواتي، اش اخباركم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف العاده فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم فطائر اللي كيجيو لذاذ بزاف. كيف عودتكم دائما، اهم حاجه تكون الوصفه لذيذه وتكون كتحضر في وقت واجز. خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمكونات. لتحضير هذه الفطائر كنحتاج 3 كؤوس ديال الدقيق الابيض ناعم جدا. غنضيف عليه شويش ديال الملحه وتقريبا ملعقه كبيره ديال الخميره فوريه، قليل من الزيت النباتي تقريبا ملعقه او ملعقتان، ملعقه كبيره ديال الخل، ملعقه كبيره صلصه طماطم، وملعقه صغيره ديال الشطه حاره، قليل من الزعتر، وقليل من الفلفل اسود. المكونات اللي ضفت كتعطي نكهه رائعه للعجين، كيجي لذيذ بزاف وكيزيد اضافه رائعه للحشوه حتى ولا كانت بسيطه. كيف شفتوا ضعت كل شيء في العجانه وضفت الماء دافئ شويه بشويه حتى كنعجنها مزيان وكنتحصل على عجينه تكون خفيفه وفي نفس الوقت متماسكه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. هنا العجين ها هو واجد. دابا غادي نرش عليه القليل من الزيت باش ما يبقاش يتلصق. غادي نجمعوه على شكل كرة ونغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى تختمر. دابا غادي نحضر الحشوه. عندي هنا مقلاة وضعتها فوق النار، فرغت فيها شويش ديال الزيت النباتي وغادي نضيف الحشوه. هنايا عندي صدر ديال الدجاج عملته كفته، وعندي حبه ديال البصله كبيره قطعتها مربعات صغار، حبه ديال الفلفل احمر حتى هو قطعته مربعات صغار، قليل من السبانخ، وعندي 4 فصوص ديال الثوم مهروسين. غادي نوضع كل شيء في المقلاة وغادي نخليهم يتشحروا شويش مع بعضهم. الحشوه كتبقى اختياريه، تقدروا تنقصوا او تضيفوا اللي بغيتوا، يعني حسب الذوق ديالكم. هنايا ضفت ملعقتان صغار من صلصه الطماطم، نصف ملعقه ديال الكركم صغيره، نصف ملعقه الفلفل الاسود، ونصف ملعقه ديال الزنجبيل. غادي نضيف شويش ديال الملح وكنخلطوا كلشي المكونات حتى يتشحروا مزيان مع بعضهم. عاد غادا نطفي عليهم. هنايا العجين بعد ما اختمر، شوفوا كيفاش تبارك الله خفيف، عجينه خفيفه بزاف. غادي نستعين بالدقيق، ضروري ترشوا الدقيق باش ما تلصقش ليكم. كنخرج منها الهواء اللي فيها. قطعوها على حسب القياس اللي بغيتو. انا هنا الفطيرات غادي نعملهم غير صغيورين صغيورين، نتوما الا بغيتو ديروهم كبار خليوهم كبار. شكلتهم كويرات صغار وغادي نحطهم نخليهم يرتاحوا غير واحد 5 دقائق، لانه العجين كل ما ارتاح كل ما كانت النتيجه مزيانه. من بعد ما ارتاحوا شويش، هنا غادي مباشره نبدا نطلق.
حطيت المقلاة على نار مهيله تسخن. المقله ما تكونش كتلصق بطبيعه الحال باش تهزوهم بسهوله. صافي وكنطلق الكرات على هذا الشكل هذا، هكا خصها تجي رقيقه. كنطلق ونحط هكذا على جنب. طلقت واحده اخرى وغادي نحطها حتى هي على جنب باش كنعمر المقله يطيبوا مع بعضهم. ما بغيتش ندير وحده بوحده. نتوما الا المقلات صغيره تقدروا صافي غير تطلقوا وحده عمروها مباشره بداو طيبوها. هنايا عملت شويش ديال الحشوه في الوسط. حاولوا ما توصلوهاش للجوانب باش تلصق لكم العجينه ملي تسدوها. غنضيف عليها شويش ديال الجبن موتزاريلا. هنايا خلطت شويش ديال الدقيق مع الماء باش غادي نسد به العجين. كندهن شويه في الجوانب وكنسد العجينه بهذه الطريقه. هانتوما هكذا خصها تجي. غادي نعمر واحده اخرى بنفس الطريقه. كندير شويه الحشوه في الوسط كنضيف عليها الجبن موتزاريلا وغادي نسد العجين بالدقيق والماء. ضروري تسدوها مزيان باش ما تخرجش لكم الحشوه ملي طيب. هنا كنحيد منها شويه ديال الدقيق من الفوق. صافي هذا هو الشكل ديالها، هكذا خصها تجي. كنستمر على هذه الطريقه حتى ندير 3 ولا 4 نسدهم وغادي نطيبهم مع بعضهم. صافي هنا غادي نحطهم على المقلاة اللي سخنات مزيان وكنبقى نقلبهم كل مره، نقلبهم شويه بشويه تيتحمروا مزيان. كنخليهم يطيبوا ونعاود نكمل على العجين بنفس الطريقه حتى نسالي العجينه اللي عندي كامله. هادو هما الفطيرات اللي حضرنا اليوم ديال المقلاة اللي كيتحضروا بسرعه وكيجيو لذاذين بزاف. كيف كتشوفوا كيجيو محمرين. هنا من بعد ما طابوا دهنتهم بشويه ديال الصوص اللي كانت بقات من الحشوه وفيها شويه ديال الشطه حاره، هي اللي عطاتهم هاد اللوين صفر كيجي مزيون. وزوقتهم هكا بشويه ديال الجبن والسبانخ من الفوق. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش خفافين بحال تقول خاويين من الداخل. شوف تبارك الله كيجيو كيذوبوا في الفم. نفتح لكم وحده تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا تبارك الله طايبه مزيان من الداخل، منظرها كيشهي. حتى داك الجبن عفوا كيزيدها مذاق زوين بزاف. وكيف ما شفتوا الطريقه سهله جدا ودغيا كيطيبوا، ما تحتاجيش تشعلي الفران، يعني غير في المقلاة دغيا كيوجدوا. هنا يا اخواتي كيف ما شفتوا هذه هي وصفه ديال اليوم. كنتمنى تكون عجبتكم وتجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش
تخليوا لي تعليق شنو كانت النتيجة وكيفاش جاوكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله.